فتحية غانم، المسؤول الإعلامي للنقابة العامة للسياحة والفنادق. عايزين نعرف من حضرتك اللي تم في موضوع الاختطاف. احنا مفتوح قنوات اتصال مع الجهات المعنيه، وزاره الداخليه والجهات المعنيه، للتوصل الى خروج وتحرير المختطفين سالمين باذن الله، وعودتهم لاسرهم باذن الله. والاتحاد عامل غرفه عمليات من اول ما بدايه وصول معلومه الخطف. وغرفه العمليات مستمره الى ان يتم تحرير المختطفين باذن الله وعودتهم سالمين. هناك اشاعه ان هذا الحادث جنائي وليس سياسي. الحادث سياسي، لأن لو هو جنائي المختطفين كانوا يستقلون سيارة ثمنها أكثر من نص مليون جنيه، وتركوا السيارة وتركوا موبايلاتهم وتركوا فلوس نقدية في السيارة واختطفوا فقط لا غير. فالحادث سياسي وليس جنائي. طب انت حضرتك شايف او الساده المخطوفين تم الاتصال بيهم او تم اي حاجه بيهم؟ لم يتم الاتصال باي احد، لان التليفونات بتاعتهم كانت متروكه في العربيه بفلوسهم الخاصه بالسياره كامله، وحصلوا على اسم الشرطه وبلغنا عليها ووصلنا ليه. طب في مجهودات بذلت من الشرطه والجيش في خلال الفتره اللي فاتت؟ في مجهود شغال تنسيق مع مدير امن السويس ومدير امن شرم الشيخ جنوب سيناء ووزير الداخليه، ولكن لم يعلن عنها حتى او عن تفاصيلها حتى الان. عايزين نعرف من حضرتك ما هو موقف الاتحاد العام في حاله طلب جماعه انصار بيت المقدس مبالغ ماليه او طلبات سياسيه كمقاطعه للدستور؟ لم يؤكد حاليا اي طلبات لبيت المقدس ان هم مختطفين، ان هم المسؤولين عن الاختطاف ام غيرهم. والاتحاد بيدرس في غرفه عمليات مستمره ومنعقده بصفه مستمره لدراسه اي مستجدات على الامور. طب هل هناك خطوات اخرى غير عقد المجتمعات او المؤتمرات لحشد العمال لنعم للدستور؟ المؤتمرات مستمره، لان احنا نسمو بمشاكلنا الشخصيه ونرتقي بمصلحه مصر اولا. دور الحكومه الحالي من ناحيه موضوع او حجز الاختطاف؟ لم يصدر بيان من الحكومه حتى منذ بدايه الازمه حتى هذه اللحظه. احنا بنشكر حضرتك انك كنت معنا في قناه الحلم. شكرا لك.